السلام عليكم. وصفة اليوم طبيخ أو يخنة البازيلا الخضراء الطازة مع الجزر، وحنشوف طريقة عمل الرز الأبيض بجانبها. أكلة لذيذة وخطواتها بسيطة وسهلة كتير. خلينا نشوف ونتابع الفيديو. مقادير طبختنا كلها موجودة أمامكم. دائما بنبدأ بطبخ اللحمة لأنها بتاخد وقت على النار. بعد ما سلقتها صفيتها من المرقة وشلت المطيبات كلها والكمية على حسب المتوفر. طريقة سلقها: بعد ما تغلي عليها المية ونشيل الزفرة بنضيف عليها المطيبات، ورق غار، قرنفل، عيدان قرفة وهيل وبصلة، وبنتركها على نار وسط لحد ما تستوي بشكل منيح. ولو رجعتوا لفيديو طبيخ السبانخ أو الزهرة حتلاقوا كيف بنطبخها اللحمة من البداية. وكمان عندي هنا البازيلا طازة بعد ما فرفتها وطلعت منها حبات البازيلا وزنها كيلو. حطيت معها بعض ورقات من البازيلا اللي بتكون طرية، بتعطي طعم طيب بالطبخة وبتخليها مسبكة منيح. بناخدها هيك، بنشيل منها هذا الجزء اللي بيكون شفاف، ممكن يكون مزعج بالأكل. وطبعا غسلت هالبازيلا وصفيتها، لونها جميل وخاصة لما تكون طازة. وبالطبع بتقدروا تستعملوا المفرزة بنفس الخطوات اللي حنعملها اليوم، لكن سبحان الله الطازة طعمها غير وكتير مناسب مع البازيلا. نضيف الجزر، عندي 5 جزرات حجم وسط، قشرتهم وقطعتهم لدوائر صغيرة بهذا الحجم. بطبخهم مع البازيلا من البداية. كمان لو بتحبوا تضيفوا مع الجزر مكعبات بطاطا. وعندي بصلة كبيرة فرمتها ناعم، وحوالي 4 دروس توم مفرومين برضو ناعم، وصلصة طماطم حنشوف قديش رح ناخد منها على حسب اللون اللي بتحبوه، والفلفل الأسمر والملح. طبختنا ما بدها بهارات أكتر من هيك. والزيت النباتي، وحوالي 6 حبات بندورة بيطلعوا 700 جرام طريين ومستويين عشان ناخد عصير لونه أحمر وتطلع الطبخة لونها حلو ومسبكة منيح. إذا بعد ما جهزنا كل الأغراض خلينا نبدأ بتطبيق الطبخة. بطنجرة على النار بضيف زيت نباتي حوالي 5 معالق كبار، ولما يبدأ يسخن الزيت بنزل البصل بشوحه مع الزيت مدة بسيطة، بس إنه يدبل شوية، ما بدنا إياه ياخد لون. مع رشة بسيطة ملح. بضيف شوية من التومة المفرومة حتى تعطي نكهة مع البصل. وبس يدبل البصل بضيف البازيلا مع الجزر، وراح أبدأ أشوحهم بالزيت لمدة 2 دقيقة مع إضافة رشة ملح. الملح بيساعد إنه الخضار تسرع من استواها. في نقطة مهمة هنا لازم ننتبه إلها، وخاصة لو جبنا البازيلا طازة ما بصير نضيف عصير البندورة أو الصلصة بهاي المرحلة، لأنها حبة البازيلا بتمسك ورح تاخد وقت كتير حتى تطرى وتستوي وتروح فايدتها مع الغلي الكتير. وإنما أول إشي بنضيف المرقة وبنتركها تغلي مع البازيلا على نار وسط لغاية ما نحس إنها حبة البازيلا صارت طرية. بعدين بنضيف عليها عصير البندورة والصلصة. هنا حنضيف المرقة اللي تغمر البازيلا بس، لأنه لسه راح نضيف عليها كمان عصير بندورة. لما تكون قطع اللحمة مش مستوية بشكل كامل بتضيفوها من هاي المرحلة حتى تكمل استواها مع الطبخة، لكن لأنها عندي مستوية كتير منيح فرح أضيفها بآخر الطبخة حتى ما تدوب بزيادة مع الغليان. ولما بدأت تغلي بهدي عليها النار وبغطي الطنجرة وبنتظرها لعند ما تستوي. وبهذا الوقت أنا قطعت البندورة وحطيتها بالخلاط وبعصرها. ما بضيف عليها مية لأني فرمتها قطع صغيرة، أما لو لقيتوها ما بتمشي بالخلاط فيكم تضيفوا عليها شوية مية أو مرقة.
البندورة هالأيام عصيرها مش كتير لونه أحمر زي ما بتكون أيام الصيف، عشان هيك رح نضيف معها صلصة منه بتعطي لون وكمان طعم ألذ. بنرجع نشوف طبختنا بعد 10 دقايق، البازيلا مستوية تمام، ولما تدوقوا واحدة بتلاقوها طرية، وأكيد الجزر كمان مستوي بشكل منيح. بضيف قطع اللحمة وعصير البندورة، بنزله على مصفاية، وبالمضرب اليدوي بنزل كل العصير، وهاي القشور بنرميها. مبدئيا حنضيف معلقة واحدة صلصة، ولما تغلي ببان لونها وبنشوف إذا بتحتاج كمان أو لا. ممتاز، مش محتاجة صلصة زيادة. بضيف فلفل أسمر وشوية ملح، ما ننسى إنه إحنا أضفنا ملح من البداية، وكمان التومة عليها ملح. بغطي الطنجرة وبتركها 5 دقايق تتسبك مع بعض. خطوة أخيرة ويمكن مش الكل بيعملها، وهي التقلاية للطبخة. بضيف شوية زيت نباتي، وبس يحمى بنزل التومة المفرومة، بضل أحركها بشكل مستمر حتى ما تنحرق، ومجرد ما تاخد لون ذهبي خفيف بنزلها على الطبخة. في من بعض التعليقات يمكن يقولوا إحنا ما بنقللها، وأنا بقول بتضل هالخطوة اختيارية والأمر بيرجع إلكم. ما ذكرت حاجة إنه ممكن تضيفوا رشة بسيطة من السكر حتى تعادل الحموضة والطعم كله مع بعض. وبهيك بنكون خلصنا وجهزنا طبختنا لليوم، لكن بضل نقدمها بجانب الرز الأبيض. خلينا نشوف طريقة تحضيره على السريع. بطنجرة بضيف شوية من الزيت النباتي، بشغل النار، وعندي هنا الرز بعد ما غسلته منيح وكذا مرة لغاية ما تخلصت من النشا الموجود فيه. باخد شوية منه بحمره زي كأننا بنحمر الشعرية بالضبط، بيعطي طعم كتير زاكي للرز لغاية ما نوصل لهذا اللون. بعدين بضيف باقي الرز وبرجع بحركه مع الرز المحمر مدة دقيقة بس. كمية الرز على حسب انتو ما بدكم تعملوا، المهم لابد تتقيدوا بعيار المية أو المرقة اللي حتضيفوها حتى يطلع مفلفل ومش مخبص. فيكم تضيفوا مية أو مرقة ولازم تكون سخنة. أنا استعملت المرقة اللي ضلت من اللحمة، وأضفت إلها كمان مرقة عظم موجودة عندي بالفريزر. المعيار كل كوب رز بيحتاج كوبين مية أو مرقة، وعلى طول بيغلي الرز. بنظبط الملح، بغطي الطنجرة وبوطي النار على الهادية لحد ما يستوي الرز تماما. بياخد بحدود 12 ل 14 دقيقة على النار. ما شاء الله مفلفل، وهذا الرز المحمص بيعطي طعم ولون ولا أروع. برجع بغطيه وبعد 5 دقايق بنغرف منه. ممكن تقدموا كمان بجانب الطبخة زيتون، فجل، فلفل أخضر أو أي خضرة ومخللات متوفرة عندكم. وصفة جدا لذيذة ورائعة بكل مكوناتها المغذية للصغار قبل الكبار. أشكركم للمتابعة والسلام عليكم.